تعددت استخدامات العصا في العديد من بلدان العالم، واليوم سنتحدث عن أهمية هذه العصا عند أهل الإمارات، حيث تعتز العديد من القبائل باستخدامها كجزء من عاداتهم وتقاليدهم. هذا عدا أن بعضها تدل على قبيلة حاملها، فيما تفخر بعض القبائل الإماراتية باستخدامها للعصا خلال رقصاتهم الشعبية الشهيرة كالعيالة. أما رجل الصحراء فهو حريص كل الحرص على حملها أينما كان. والله العصا طبعا هي عبارة عن هيبة، وطبعا الناس يستخدموها أيضا في الرزفة وفي اليولة وفي الأشياء هذه يعني، فهي عبارة عن موروث، يعني مفروض أن نحافظ عليه يعني. لو شبابنا ما تلقى يخلع عن العصا، عيب منقود عنده الظاهر بدون عصا، بس الحين الا كان عنده فرح ولا عزايم ولا شيء ظهر ترى بعصا، ونادر قليل. خلوها شبابنا، قلت ما مثل الاول. العصا مطلب أساسي وكل له طريقته في استخدامها، أما عند بعض الشباب فتدخل إلى عالم الفن والموضة، وهذا ما جعل العديد من المحلات تتخصص وتتفنن في أشكالها ومسمياتها، منها ما طلي بالذهب والفضة، أي باتت حسب الطلب وكل بسعره. أما الجزء الأهم في العصا هي تلك الحنية التي تحتاج لشخص خبير لضبط انحناء رأس العصا بشكل هلالي، وهناك أمر ربما يخفى على البعض، فأفضل العصي تلك التي تنثني وتعود لشكلها الطبيعي بسهولة. وكان طبعا يستخدموها القبائل في الأعراس وفي المناسبات، وكانت رفيق دائما للأشخاص يعني. أما الآن فطبعا دخل عليها كثيرا من التطورات اللي زينها طبعا بالفضة والأشياء يعني الحديثة. العصا هي من أكثر العادات والتقاليد المتوارثة عند القبائل العربية، حتى باتت من الضروريات والأساسيات، ويراها الكثيرون عنوانا لهيبة الرجل. ربما لم تعد العصا لمن عصى في وقتنا هذا، لأنها باتت تستخدم لمآرب عدة، فهي كانت ولا زالت دليل بداوة تعتز القبائل في استخدامها، حتى أصبحت رفيقتهم في كل مكان وزمان. كان معكم لنشرة أخبار الإمارات حميد الزعابي.